فطور 25 رمضان عند بيت اهلي وجبت لهم حلو العيد. يما جبت لكم حلو للعيد شو طابخه. وحلو العيد من اول محل حلويات شاميه بالاردن، حلويات الورده الشاميه، وجبت منهم عرضين على باكجات العيد. وما شاء الله الرتابه، رتابه تغليف الورده الشاميه. الباكج الاول معمول وبتفور ومشكل، بدل 33 دينار بس 28 دينار. وخلينا نفك التغليف وافرجيكم الباكجات. وعرض 28 دينار بيجي فيه مشكل الورده الشاميه والمعمول والبرازق والغريبه واكيد البوتيفور. والعرض الثاني بدل 16 دينار 13 دينار، المعمول والبرازق والغريبه الشاميه والبوتيفور. بسم الله ما شاء الله على هيك رتابه وتغليف، واكيد بيستاهلوا تعب والدتك طول رمضان. وانا امي اكثر شيء بتحب البلوريه، تفضل يا امه. وابوي بحب المبرومه، تفضل يابا. وانا بحب عشو البلبل وبنقول بسم الله. ما شاء الله على هيك طعم، الجوده بتحسها من اول لقمه، ولسه عندهم تشكيله كبيره من المشكل، وصار بدها بوتيفور. ابوي وامي بسم الله ما شاء الله على هيك طعم، وتفضل. معمول التمر مع الفستق الحلبي، وهيك حشوتها من الداخل. يما جربي لقمه المعمول اللي بتذوب، وصار بدها غريبه شاميه. بهجود العالي اكيد اهلي راح يبيض وجههم مع الضيوف. من 87 الورده الشاميه موجودين ب5 افرع، فرعين بماركه، وفرع بالجبيهه، وفرع الزرقاء. فرع الزرقاء موجود عندهم كنافه نابلسيه جد بتشهي، والصاله بتوسع من الحبايب 100، والمشكل التركي موجود، والشوكولاته موجوده للعيد. وكل عام وانتم بالف خير، والله يفرج عنا بغزه يا رب العالمين.